يا رجاله امبارح الرئيس السيسي في القمه العربيه فاجئ الكل، لاول مره يوصف اسراء رسميا بالعدو، قالها علني كده العدو لازم يغير نظرته لينا، وبدل ما يقول لهم تعالوا نعمل جيش عربي موحد عشان عارف الكلمه دي اما تضايق العرب واما تخوفهم جو من ماما امريكا، قال لهم يلا نعمل آلية عربيه مشتركه عشان نرضع بها اي عدو جاي علينا. آلية ها يا جماعه مش جيش، اي حاجه اعملوا اي خطوه كبدايه حد. هوبا تاني يوم من قبل القمه اللي قطر عاملاها عشان اسراء ضربتها ماما امريكا ما عملتلهاش اي حاجه، والقواعد اللي قطر دافعه فيها مليارات لامريكا حتى ما ضربوش صواريخ العيد، مع انهم واخدين عيديه بالمليارات من قطر على قلبهم، المفروض ان الفلوس دي عشان يحموهم. لا ده كمان وزير خارجيه امريكا ماركو روبيو راح بنفسه زار اسراء وقال لهم ان امريكا معاكم واقفه وراكم وهتقدم لكم اي دعم عسكري او سياسي. قوم النهارده يحصل ايه بقى؟ قطر تطلع تعلن عن اتفاق دفاع جديد مع امريكا. لا واتفاق ايه اقوى من اي وقت فات. يا جماعه هو انتوا عايشين معانا على الكوكب ولا انتوا مغيبين؟ المفروض ان انتوا اتاكدتوا بما لا يدع مجال للشك ان اللي متغطي بالامريكان عريان، بدل ما تطردوهم من عندكم وتمشوهم هم وقواعدهم رايحين تعملوا معاهم اتفاق دفاع جديد. لا بعد اللي حصل ده يا جماعه لازم كلنا نفوق. من النهارده مصر لازم تدور على مصلحتها هي وبس، وما تدخلش اي حرب الا عشان ارضها. ايوه ما اصل احنا يا جماعه هنحارب عشان مين يعني؟ قولوا لي بقى يا مصريين، المفروض مصر تدور على مصلحتها وبس ولا نقعد نجري ولا شعارات كدابه وتحالفات فاضيه؟ اكتب يا بنت هو رايك في الكومنتات، وعلى تميم وترامب والنتن وشيرون وابعتوا له.